انت مين؟ مالك يا عم بتزعق ليه؟ وبعدين انت اللي مين؟ انت اللي في بيتي يا ابني، انت عبيط. وبعدين انت شبهي ليه كده؟ يا عم انت الطول تبقى شبهي. اسكت اسكت. بس الحقيقة ان انا انت. انت انا انت. وبعدين ايه اللي انت نايم عليه ده؟ فين يا ابني اللامبورجيني بتاعتك؟ وبغض النظر عن المفروض اصلا ان انا يكون معايا لامبورجيني، بس ايه علاقة اللامبورجيني باللي انا نايم عليه؟ هو انتوا مش بتناموا على العربيات؟ ايه عربيات؟ وانت جاي منين؟ يا ابني انت لسه ما جمعتش برضو. يخرب بيت غبائك يا اخي. عمال اقول لك انا انت انا انت. انا انت، بس من الكون الموازي. كون موازي؟ طب اطلع بره بدل ما ازوشك بالارض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وربنا يعودها علينا وعليكم إن شاء الله بالخير واليمن والبركات وكل حاجة حلوة إن شاء الله. هل فعلا في أكوان تانية غير اللي احنا عايشين فيها؟ وهل ممكن يكون في نسخة منك بس عايشة حياة غير اللي انت عايشها تماما؟ لو انت مثلا فقير في حياتك دي تبقى حياتك التانية غنية، ولو هنا مثلا غني تبقى في الكوكب الموازي بتاعك التاني فقير، وزي كده يعني. النهارده هنتكلم عن واحدة من أغرب وأمتع النظريات العلمية، نظرية الأكوان المتعددة. الأول لو نبدأ لازم تعرف الكون اللي احنا عايشين فيه ده كبير قد إيه. الكون بتاعنا ضخم جدا لدرجة مش ممكن تتخيلها. احنا بنتكلم عن مليارات وتريليونات المجرات، وكل مجرة جواها ملايين ومليارات النجوم والكواكب. كل ده بس جوه الكون. في علماء بيقولوا إن القطر بتاع الكون اللي احنا قدرنا نرصده حوالي 93 مليار سنة ضوئية. القطر بس بتاع الكون. وفي علماء تانيين بيقولوا ان احنا اصلا ما نقدرش نحسب حاجه زي كده، وان عدده لا نهائي. طيب ايه حكايه الاكوان المتعدده دي، وايه النظريات يعني اللي بتتكلم عليها؟ بص، النظريات ببساطه بتتكلم ان احنا مش عايشين لوحدينا، والكون بتاعنا ده مش هو الوحيد اللي موجود في الحياه. في اكوان تانية موازيه، كل واحد منها ممكن يكون مختلف تماما او ممكن يشبه العالم بتاعنا في حاجات. مثلا الموضوع بدأ من نظريه التضخم الكوني اللي بتقول ان الكون بعد الانفجار العظيم اللي حصل تمدد بسرعه كبيره جدا. وطبقا للعالم الفيزيائي الكسندر بلينكن بيقول ان التضخم ده ممكن يكون بيحصل في اماكن تانية طوال الوقت، ويكون هو شغال حتى الان، وبيخلق اكوان موازيه جديده باستمرار. التضخم الكوني ده مش بيحصل في كل مكان وفي نفس الوقت، هو بيقف في منطقه وبيكمل في منطقه تانية وبيكون فقاعات. كل فقاعه منها ممكن تكون كون جديد مستقل تماما عن التاني. ودي هي نظريه التضخم الكوني، ان الكون حتى الان بيتمدد وبيصنع فقاعات جديده، وكل فقاعه ممكن تكون كون غير التاني. في نظريه تانية بتدعم فكره الاكوان المتعدده، هي تفسير العوالم المتعدده. بتقول لك باختصار، في كل مره انت بتتخذ فيها قرار الكون بيتفرغ لاكوان موازيه، كل واحد منهم بيحقق اختيار مختلف. يعني في كون مثلا ممكن تكون انت اخترت تطلع دكتور، في كون تاني ممكن تختار تطلع مهندس، مرة تانية ممكن تطلع حرامي مثلا. طيب هل ممكن نثبت وجود الاكوان دي؟ هنا بقى بتيجي المشكله. فكره الاكوان المتعدده مش ممكن نختبرها او نثبتها علميا حتى الان، لان كل دي نظريات وبتتكلم عن حاجه بتحصل خارج الكون بتاعنا، ولا هي في نطاق رؤيتنا، ومفيش اي طريقه للتواصل ولا اي دليل يثبت صحه النظريه دي. ودي نقطه ضعف كبيره، لان العلم لازم يعتمد على التجربه والملاحظه. لو معكش دليل يبقى مفيش صحه للكلام اللي انت بتقوله ده كله. الخلاصه ان فكره الاكوان المتعدده خياليه وممتعه، فانت لو حابب تسرح بخيالك شويه حلوين فعادي مفيش مشاكل. لكن حتى الان هي نظريه غير مثبته، وتظل نظريات بس وافتراضات. وطالما مفيش دليل او حاجه اتثبتت على الموضوع ده، فده مش حاجه حقيقيه ولا ليها صحة أصلا من أي حاجة. ولو الكون بتاعنا هو الوحيد فعلا، فكل قرار بتاخده، كل لحظة بنعيشها ليها قيمة كبيرة. فخليك واعي ومركز دايما في كل قراراتك، لأن غالبا ده الكون الوحيد اللي أنت هتعيشه.